مهارات كرة القدم جزء من اللعبة، ولازم عشان تكون لعب واضح في الملعب وتلفت نظر المدربين انك تتعلم مجموعة منها، ومش بس تتعلمها، لا لازم تتقنها كمان. فجبت لكم النهاردة 10 مهارات هنتعلمها، وكمان هنشوف وهنعرف الطريقة اللي تقدر تتقنهم بيها. هنبدأ في السهل، بعد كده ندخل على الصعب. ندخل على الانترو وبعد كده نبدأ على طول. دي أول مهارة معانا، وهي مهارة خداع. بتكون بتجري وجنبك الخصم، بتعمل انك هتقف بالكورة وبعد كده بالرجل التانية او بالقدم التانية تمر بيها عشان تعدي، وهي حركة رائعة المراوغة. ودي كده المهارة بالبطيء وطريقة عملها، وتقدر تنفذها لحد ما تكون معاك سهلة عشان تقدر تعملها في الملعب بسهولة. دي مهارة كويسة جدا في المراوغة، لأن اعتمادها على أخذ الكرة من القدم والمرور بالقدم الأخرى في اتجاه معين، ولازم تعملها بسرعة والخصم مندفع عليك. وهي حركة رائعة واستخدمها لاعبين كتير. في الأول بتعود على الحركة دي عدة مرات، وبعد كده بتعملها بالبطيء، وهي هتكون صعبة معاك في الأول، وبعد كده تسرعها تدريجيا وهتكون معاك سهلة وهتقدر تنفذها. في المهارة دي بيكون أمامك الخصم، بتعمل إنك هتمر في اتجاه وتاخدها بأسفل قدمك للخلف وتعكسها في اتجاه آخر، فبالتالي هتكون مريت منه بسهولة، وهتعملها ببطء كده زي ما متعودين بالطريقة دي، وتحاول عليها عدة مرات، وبعد كده هتكون معاك سهلة جدا ومتيسرة جدا جدا. دي مهارة حلوة في المراوغة، لأنها بتعتمد على أخذ الكورة من داخل قدمك إلى خارجك، وتعملها بسرعة جدا، وهتقدر تشتت بيها أي لاعب أمامك لو اتعلمتها صح وأتقنتها كويس. وهي حركة تعليمها سهلة وبسيطة جدا، زي ما انتم شايفين كده بالبطيء بتتعمل ازاي. بتحاول انك تعملها واحدة واحدة بالراحة، وبعد كده تنفذها كتير عشان تكون معاك ممتازة جدا، وخطوات التعليم بتاعتها سهلة وهتقدر تيجي معاك بسهولة. بص هنا بتكون الكورة معاك في محاذاتك، بعد ما تتبصلك بتقوم بعمل البودي فينت جنب الكورة، فبالتالي الخصم هيروح معاك في المكان اللي انت هتتحرك فيه. بعد كده على طول تقوم باخذ الكرة في مكان اخر بالجانب، يعني بتاخدها في مكان بالجانب، ولازم تعملها بسرعة جدا لان الخصم ساعتها هيتشتت معاك. وهي حركة ممتازة. وليها برضو حركة تانية تقدر تعملها، اللي هي عمل انسايد ستيب اوفر، تقدر برضو انك تراوغ بيها، اللي هو بتعدي رجلك من حوالين الكرة برضو بالفنت، فهو هيروح معاك تقدر انت تسحبها بالرجل التانية. وهي محتاجة وضعية الجسم تكون مظبوطة، ويكون في مرونة في الحركة. الحركات دي حركات مراوغة رائعة. ودي الصورة البطيئة كده زي ما انتم شايفين، تقدر تتعلمها ازاي. تقدر تعملها بعدة طرق زي ما انتم شايفين كده، سواء انسايد ستيب اوفر او انت بتعدي قدمك من جنب الكورة. بعد ما الكورة تتبصلك وتكون على طرف الملعب، هتقدر تعمل تمويه انك هترفع وتاخد الكورة بالجنب في عكس اتجاه وضعية جسمك. والصراحة دي حركة من الحركات الخداع الرائعة اللي تقدر تستخدمها وتلفت نظر اي حد يشوفك وانت بتعملها. وهي حركة رائعة واستخدمها معظم لاعبين كرة القدم، اللي هو التمويه. بتعمل انت هتشوط او ترفع وتاخدها في اتجاه تاني. ودي الحركة البطيئة زي ما انتم شايفين كده، تقدروا تعملوها وتحاولوا فيها وتطبقوها، وهتكون معاكم سهلة جدا بإذن الله. دي مهارة رائعة وكويسة في المراوغة، لأنك بتعمل أكتر من حركة، بس لازم تعملها بسرعة عشان تشتت خصمك. بتقوم بسحب الكرة من أسفل القدم إلى القدم الأخرى، وبعد كده بترجعها من الأسفل لوجه القدم التانية وتعدي بسرعة. يعني بتودي الخصم في اتجاه واتجاه آخر، بتخليه يتحرك معاك يمين وشمال. وهي حركة رائعة وسهلة وتقدر انك تعملها، بس محتاج منك بس مجموعة في الاتقان. ودي الصورة البطيئة للحركة، شوف بتعمل ازاي وحاول انك تطبقها، وهتكون معاك سهلة جدا بعد كده. واوعدك انها هتكون معاك مميزة جدا، تقدر تنفذها بكل سهولة بعد اتقانك. في المهارة دي بتكون الكرة جاية لك، بتعمل حركة خداع بسيطة بانك هتضرب الكرة من داخل قدمك الى كعب القدم الاخرى بلمستين بس، وهي تعتبر حركة شوب او شبيهة ليها يعني. بس الصراحة مهارة خيالية وفعالة جدا جدا. ودي تنفيذ الحركة كده بالبطيء، تحاول انك تتمرن عليها لفترة لحد ما تكون معاك سهلة وتقدر تنفذها بسهولة. وزي ما بقول لكم كده، تعملها لما الكرة بتوصلك والكرة تكون جاية لك، تقدر انت تشتت خصمك بسهولة. دي حركة رائعة جدا، لانك بتودي خصمك باتجاه بعيد، لانك بتلمس الكرة بوجه قدمك الخارجي وانت بتجري، ويكون خصمك وراك. وهي الصراحة حركة من الحركات الجميلة والسهلة في المراوغة، لانك بتعدي خصمك بلمسة واحدة. ودي كده الحركة وهي بتعمل بالبطء،
وتشوفها بتعمل ازاي، بس محتاج منك تدريب بس على اللمسة الأخيرة اللي هي خارج وجه قدمك عشان تكون معاك سهلة ومتيسرة وتقدر تنفذها بكل سهولة. هنا احنا بنتعود على التشميس، فيعني الكرة بتكون جايه لك فانت بتستلمها على صدرك وتحاول انك ترفع الكرة من فوق الخصم بعد الاستلامة على الصدر، او كرة جايه لك في اي طريقة. اهم حاجة ما تبينش للخصم انك هتعمل الحركة دي، لازم تعملها بسرعة ولازم تعود عليها كتير عشان تكون متقنها، وتحاول انك تروح عليها كويس تستلمها لانها حركة رائعة جدا تقدر تنفذها بكل سهولة. وكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب ان هي تكون عجبتكم. متنسوش لايك وسبسكرايب القناة. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.